سلام البنات، دائما مع مطبخ فاطين المغتربة. نتمنى منكم ان شاء الله دعموني في قناتي على اليوتيوب لي لايك، بارطاجوا لي فيديو تاعي مع الاصدقاء تاعكم، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. اليوم بغيت نشارك معكم وصفة نتاع كوكا كوفير بعجينة مورقة، تجي شابة وبنينة ما شاء الله. هنا اول حاجه خدمتها بديت بلاصوص. لاصوص هنايا درت 3 حبات نتاع بصله قطعتهم مربعات صغار، زدت عليهم شويه زيت شويه ملح شويه فلفل اسود، قليتهم حتى دبلت لي مليح، وزدت معاه 2 حبات نتاع طوماطيس قطعتهم، وزدت مغرف كبيره نتاع طوماطيس مصبره، وبلعت عليهم بالبلعه وخلوهم حتى يعقدوا. المهم ان صوص عاديه. وهنايا في لاباط عندي 500 غرام نتاع فرينه، مغرف كبيره نتاع السكر، مغرف صغيره ماشي معمره مليح نتاع الملح. نخلطوا هاد النواشف مليح. من بعد جبت 200 غرام تاع الزبده. هاد الزبده يليق ديروها في الكونجيلاتور باش تساعدكم. وجبت الرابوز هاد النوعيه، يليق تكون هاد الرابوز اللي تكون صغيره كيما هكا، ما ديروش في الخشينه. تبدو ترابوا في هذيك الزبده فوق الفرينه. قلت لكم الزبده شرط يليق تكون خارجه من الكونجيلاتور باش تنجح معكم هاد العجينه المورقه. وهنايا كي تكملوا ترابوا هذيك الزبده، تبدو تخلطوا فيها مع الفرينه غير بشويه، ما تعجنوش. هنا لو كان تعجنوا لاباط هذه تخسر. يليق تخلطوا هذيك الزبده غير بشويه مع الفرينه باش تجيكم مورقه. هذا هو السر تاعها باش تجي مورقه، كما راكم تشوفوا كما راني ندير هنايا. هاد لاباط نورمالمون تجي فيها الزبده 300 غرام، انايا نقصت درت 200 غرام. دائما نحوسوا على الوصفات الاقتصاديه اللي ما تكونش مكلفه بزاف، و ميم طون تعطينا بنه شابه. انا مالغري نقصت درت 200 غرام، بصح جاتني شابه عاديه، ما كانش فرق بينها وبين لاباط اللي خدمتها ب 300 غرام، يعني ما بيناتهمش فرق كبير، وتجيكم شابه ومرقه ما شاء الله. وهنا جبت حبه تاع البيض، قلعت الصفار خليته على جهه باش نطلي به الوجه تاع الكوكا، وخليت البياض، زدت عليه 2 مغارف كبار نتاع الخل، وزدت عليه تاني شويه ماء. هذا الماء يكون بارد من الفريجيدير. هادو 2 شروط، الماء يكون بارد من الفريجيدير، والزبده تكون خارجه من الكونجيلاتور باش تنجح معكم الوصفه تاع هاد العجينه باه تجيكم مورقه. انا خلطتهم بالفرشيطه وزدتهم على الفرينه. كما قلت لكم هنا ما تعجنوش نهائيا، غير هكا بصبعكم تبدو تلايموا، وتبدو تزيدوا في الماء بارد. هذا شرط من الشروط باش تنجح لكم هاد لاباط، الماء يليق يكون بارد. كاين وصفات لا غالب لو كان تبدلوا غير حاجه ولا تزيدوا حاجه ولا تنقصوا حاجه ما تخرج لكمش، ومن بعد في التالي تقولك لا كيفاش عطاونا وصفه هذه وما خرجتش هاك. لا، كيما هاد العجينه يليق الزبده تكون خارجه من الكونجيلاتور، والماء يكون تاني بارد بزاف، والعجن كيما راكم تشوفوا ما تعجنوش غير تلايموا. هنايا لو كان تغلطوا وتعجنوا ما تخرج لكمش مورقه. يليق وحده كي دير وصفه تبعها نيشان باش تعطيها نتيجه مليحه. كما قلت لكم البنات، دعموني في قناتي على اليوتيوب لي لايك، بارطاجوا لي فيديو مع الاصدقاء تاعكم، وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وراني نحط لكم الرابط تاع صفحتي على الفيسبوك، دعموني تاني فيها فضلا وليس امرا. هنا بعد لي لايمت لاباط، حطيتها في البلون دو طرافاي فوق البوطاجي وقسمتها على 2. وهنايا لازم تستعملوا الفرينه، كي تحسوها بدات تلصق معاكم استعملوا الفرينه باش تساعدكم.
جبت الحلال ونبدا نحل فيها. هنايا حلوها على الشكل، على حساب الشكل تاع البلا اللي باغي تخدموا فيه. ما ديروهاش خشينه بزاف وما ترقوهاش تاني بزاف. من بعد ديروها في الحلال هكا، ترولوها وديروها في البلا تاعكم باش ما تغبنكمش، خاطش كون ترفدوها هكا راها جايه طريه بزاف تتقطع لكم في الوسط. كيما كتشوفوا حطيتها في البلا. من بعد تقعدوا تقلعوا في الزوائد. كي تشوفوا بلاصه ما راهاش لاحقه كيما كتشوفوا هنايا في القنت اللي قلعته عاود لصقته تما، تبدو تعوضوا فيها. من بعد جبت كميه تاع لاصوص اللي كنت موجدتها، فرغتها كاع وسرحتها مليح، وزدت عليها فرماج رابي. المهم انا كاع انواع الفرماج درتهم في هذه كوكا، نبغي كوكا فيها فرماج بزاف. نتوما كل وحده ودير على حساب واش عندها. كاين اللي يديروا فيها غير فرماج رابي، كاين اللي يديروا فيها غير فرماج مثلثات. انا راكم تشوفوا كاع انواع الفرماج درتهم، نبغي كوكا تكون فيها الفرماج بزاف. نتوما تقدروا تستعملوا غير هذا الفرomاج بورسيون مثلثات. وكاين تاني فرماج اللي ينباع بالميزان، هذاك تاني مد نتيجه شابه. انا عندي كوكا ولي سوفلي نبغيهم فيهم فرماج بزاف. دائما نقول لكم كل وحده وتخدم بواش عندها في دارها. راكم تشوفوا زدت تاني هنايا الفرماج تاع لي ساندويش. المهم كاع الفرماج اللي كان عندي حطيته في هذه كوكا. كيما كتشوفوا كملت هنايا. من بعد جبت الكريه الزوجه ونبدا نحل فيها بالحلال نفس الطريقه اللي خدمنا بها الاولى. ودائما هنا ديروا الفرينه كي تشوفوها بدات تلصق ديروا الفرينه، باسكو فيها الزبده مرابيه، حاجه باينه بلي تبدا تلصق. انا هذه كوكا تعجبني. النهار اللي طيبوها ما ديروا معاها والو، غير هي وليمونات بزاف، يعني أكلة مشبعة فيها كل شيء. عاود رفدتها كما كتشوفوا بهاد الطريقة، هاد الطريقة تجيكم ساهلة بها. من بعد تبدو تخدموا فيها مليح في الجوانب، تقلعوا هادوك الزوائد وتضغطوا مليح في الجوانب باش تلصق. هنايا اللي بغات تزيد معاها الكفتة ولا كل وحدة وديرها واش عندها في دارها. انا ما نبغيش فيها الكفتة، نبغيها بلا صوص والفرماج. من بعد هنا جبت الخدمي وبديت نقطع في الحبات. هنا كل وحدة وعلى حساب البلا اللي عندها. انا هذا البلا دار لي 12 حبة. من بعد جبت هذاك صفار البيض اللي خديته على جهة، زدت فيه شوية خل وشوية حليب. باش تقدكم هذيك الكمية كاع زيدوا فيها شوية تاع الحليب والخل باش تروح له الريحة تاع الصفار. من بعد اللي كملت هنا زوقتها في التالي بحبة تاع الزيتون كحل يعطيها نظرة شابة. من بعد دخلتها طيب وخليتها حتى دات تحميرة شابة. خلوها طيب في خاطرها. انا شعلت عليها من الفوق ومن التحت.
وهنا من بعد لي طابت هذا وين خرجتها راه عاد حامية كما راكم تشوفوا، دات كولير شابة، والريحة ما نحكيلكمش يا البنات، واحد الريحة فيها تاع هذيك لاصوص والفرماج ما شاء الله. المهم جات شابة. هنا راها عادة حامية ما قديتش نقسمها بيدي، راكو عارفين تاني الفرماج كي يكون حامي يزلق. قسمتها هنايا بالخدمي، راها باينة بلي مورقة. راكو تشوفوا شا فرماج. انا علاش تعجبني نكتر الفرماج ترشق لي هكا كي يخرج من هومن ويجي هكا دايب وبنين كيما راكم تشوفوا عندكم التوراق. والله لا شيرات جات شابة ما شاء الله، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ودرك ما عليا غير نقول لكم تبقوا على خير، تهلوا في رواحكم في وصفة جديدة ان شاء الله وفي فيديو جديد. بسلامة.